طبعا ورجعنا لكم تاني عن مشكلتنا وازاي نحلها. طبعا هتلاقيني سايب لك الفايل اللي انا كنت ماسكه في ايدي او الامبول، يعني ايا كان المصطلح العلمي الصحيح يعني ليه، انك انت تقدر تشتغل بيه. طيب احنا النهارده هنشتغل ازاي؟ اول حاجه يفضل انك انت في البدايه خليك معاك سرنجه انسولين زي دي. تمام؟ طب ليه ما استخدمش السرنجه الطويله؟ هقول لك. بص يا سيدي، السرنجه الطويله مشكلتها ان هي السرنجه العاديه اللي هي ال5 سم السن بتاعها طويل قوي، لو دخل في لحم الفرد لا قدر الله ممكن يسبب له حاجات مش كويسه، وممكن يسبب له تسمم ويموت على طول. تمام؟ فاحنا مش عايزين الموضوع ده، احنا عايزين نتفادى اي خلط. طيب لو حبيت يعني وانت متمكن وعايز تستخدم السرنجة العادية، انا عن نفسي بعرف استخدمها، ما بدخلش السن للاخر، لا يعني هو ربع السن بالظبط او اقل من ربعه كمان، يعني بيبقى حاجة بسيطة عشان ما اقلمش الفرد. وعلى فكرة انا مديله 3 جرعات قبل كده بسرنجة عادية، لكن انا في الفيديو حبيت ان انا استخدم معاك السرنجة اللي هي الانسولين وان احنا نشتغل بيها. اول حاجة الموضوع بسيط خالص. اول حاجة انا بيجي معايا الفايل كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين، بنفكه عادي اهو خالص، حاجة بسيطة يعني. ليه؟ لان هقول لك خلي باقي العبوة دي معاك وعينها في التلاجة. يفضل انك انت تعينها في فترات الصيف والحر الشديد ده، تعينه في التلاجة. بص يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي يا عم السرنجة بتاعتنا الجميلة اهي. تمام؟ نتأكد ان ما فيهاش اي دواء خالص اهو اهي. تمام؟ تعالوا بقى نسحب. هنسحب قد ايه؟ لو انت على السرنجة العادية اسحب نص سنتي. طب لو بدي اللي هي بتاعت الانسولين اسحب 5 شرط، هي بتبقى مترقمة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1 2 اهو. بنميل الفايل كده مع بعض اهو ونسحب على طول، ونتأكد ان احنا سحبنا 5 شرط. تمام؟ اهو. نرجع تاني بالسرنجة نشوف احنا الحمد لله سحبنا ال5 شرط اهو. طيب هنغطيها تاني. لو لاحظت اصلا في سن الانسولين هتلاقيه زي ما احنا قلنا قصير خالص. طيب احنا قلنا طريقتين، قلنا يا اما نحقن في لحم الصدر بتاع الفرد او الذكر نحقنه، او في جلد الرقبه. وانا ما بفضلش جلد الرقبه ليه في الاول؟ علشان انت لسه، معلش انا كلامي برضو باكد ان ده كلامي للمبتدئين يا جماعه، ماليش دعوه بالمحترفين وبالجواه. تمام؟ يعني علشان المشاكل اللي بتيجي وبتتسال، والحمد لله ان المشكله دي بانت عندي علشان ابينها لك عملي. طيب هتمشي بالمنوال ده لمده 2 أسبوع، يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. تمام؟ وبعد كده هتلاقي الذكر بسم الله ما شاء الله بقت اعصابه حاجه تانية. طبعا ما ننساش ان احنا نقدم له طبعا الفيتامينات، الهيسلينيوم، ايه كمان، بذور الطاقه لو عندنا بذور طاقه زي دي نقدمها.
او ده الذكر اللي عنده مشكله. طبعا هو مخروط. تمام. طيب احنا قلنا هندي في لحم الصدر من تحت. اول حاجه بتمسكه كده ويكون جناحه اهو، جناحه ورجليه مضمومين لورا. تمام. لحم الصدر هنا اهو، ادي العظمه بتاعت الصدر. طبعا عشان هو بسم الله ما شاء الله عليه، اللهم صل على النبي. طبعا ايه الريش بتاعه كتير. طبعا انا هحطه هنا قدامي واوريكي ازاي بنعمل الموضوع ده اهو. الموضوع سهل وبسيط اهو خالص. انا لازم اشيل الريش على قد ما اقدر وابين لحم الصدر. تمام. طيب اهو انا بينته. طيب اجي ادي بالسرنجه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اديها كده اهو، اديها يا اما كده عمودي يا اما بزاويه 45 سم ناحيه الحصاله بتاعه الفرد. طبعا احنا عارفين الحصاله بتاعه الفرد فين، نخليها اتجاهها كده وميلينها 45 درجه. تمام. فاحنا هنحقن عمودي مباشر اهو. خلاص اديناها له والموضوع سهل وبسيط. ندلك له بقى، ندلك المكان اللي ادينا فيه مره، يعني ادينا مثلا يمين، ندي الجرعه اللي بعدها في الجزء الشمال. طيب ادينا مره لفوق او مره في الوسط او في المنتصف مثلا، ننزل لتحت شويه. يعني ايه نغير؟ لان ده برضو روح يا جماعه وبتتألم وبتحس يعني مهما كان. ان شاء الله يكون كويس وبألف صحة وعافية، وان شاء الله نتابعه الفترة الجاية ونشوف هيبقى شغله عامل ايه. الحمد لله احنا اطمنا على ان النتاية شغالة كويس وحصت فعلا حصويتين، وهو دلوقتي بقاله حوالي كده تقريبا يعني ده بدايه الاسبوع الثاني تقريبا ليه ياخد فيه. يعني ان شاء الله هيكون ناقص له بتاع 3 جرعات ونخلص ونجربه تاني ونشوفه ونختبره، وان شاء الله يعني ايه ربنا يعني ايه ما يضيعش تعبنا على الفاضي معاه، وان شاء الله خير يعني. بس هي دي كانت مشاكل اللي بتلاقيها في موضوع التخصيب بالنسبة للذكورة، وبالنسبة لمشاكل الإناث في موضوع التخصيب برضو هنتكلم عنها في حلقات تانية. وإن شاء الله هعمل لكم سلسلة مجمعة على القناة تكون فيها محددة عشان ما تتعبش، تبقى انت عارف داخل على الشانل على اليوتيوب، انت عارف انت عايز ايه، مشكلتك ايه، وتلاقيها بسهولة. تمام. وما تنسوش طبعا انكم تدعمونا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ان احنا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس من هنا، وعشان يوصل لكم كل جديد. وزي ما بتدعمونا احنا كمان هندعمكم وهنقول لكم كل المعلومات الجديدة وكل حاجة ان شاء الله تكون بخير. والموسم ده ان شاء الله يا رب الناس كلها تترضى منه. وفي النهاية بشكركم جدا وانتظرونا في حلقات جاية، وشكرا جزيلا لكم.